كم مرة وافقت على حاجة انت مش عايزها بس لانك كنت خايف تقول لا؟ كم مرة ضحيت بوقتك او بفلوسك او حتى براحتك علشان ترضي غيرك؟ الحقيقة ان كلمة لا مش انانية، دي مهارة للناس الناجحة واللي بيعرف يستخدمها صح، والناس الناجحة بتعرف امتى تستخدمها. في الفيديو ده هتتعلم ازاي تقول لا بثقة ومن غير ما تجرح حد او تحس بذنب، وده كله معانا واكتر هتعرفه. خليك معايا. طب ليه انت ما بتعرفش تقول لا؟ علشان انت مولود او اتربيت على ان كلمة لا كلمة غلط وما ينفعش تستخدمها، ولازم تقول حاضر ونعم ويبقى وقتك متاح على طول وتبقى متاح للجميع. تعالى عايزك تمام حاضر، تعالى عايزك حاضر، عايزك تمام حاضر، تبقى متاح للجميع ومتاح على طول. خليك تخاف او تحرج انك تقول كلمة لا. بالنسبة لكلمة لا كلمة صعبة ومش مقبولة في المجتمع. ايه الاسباب اللي كانت بتمنعك تقول لا؟ هل في سبب واضح؟ علشان انت شايف ان كلمة لا ممكن حد يزعل منك او ياخد فكرة عنك وحشة او يشوفك متكبر عليه، لكن في الحقيقة انت بتبقى غير كده خالص. انت بس مش قادر تعمل كل حاجة تطلب منك لانك مش آلة تشتغل 24 ساعة. وما ينفعش تلبي احتياجات اي حد، لازم يبقى ليك جزء علشان بعد تبص قدام تلاقي نفسك ناجح في حاجة، ما تكونش فاشل. ما تنساش تشير الفيديو ده لاي حد من صحابك لعله يستفيد، واكيد هيستفيد. واعمل لايك عشان ننتشر، واعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. ويلا نكمل. مش هتقول لا افهمك هيحصل فيك ايه. بص، انت عندك 10 من صحابك، كل ما واحد يبقى عنده وقت فاضي، يعني مثلا انت الساعة 4 عندك فاضي، مش هتلاقي حد بيكلمك. 5 مشغول، هتلاقي صاحبك اتصل بيك يكلمك شوية وهيقفل. ايه اللي بعده واللي بعده؟ تلاقي على طول 10 اتصلوا بيك، ادي ساعتين ضاعوا من يومك. وتلاقي هو فطار على غدا على حبة حاجات بسرعة، وتلاقي نفسك بتنام. بتنام 8 ساعات او اكتر يعني. فتحس انك يومك ضاع وما لقيتش وقت تقعدوا مع نفسك. وده يطلبك تقول له حاضر، طب تعالى معايا المشوار ده، تمام. وتلاقي يقول لك ده تمام. ما بتلاقيش وقت لنفسك، انت مالكش وقت وعلى طول بتبقى مستنفذ. ما بتلاقيش وقت لنفسك وبتبقى تعبان ومش قادر. انت عملت 50,000 حاجة وانت في الاخر ما عملتش حاجة لنفسك. هل ممكن نزعل مني لو قلت له لا؟ اكيد هيزعل منك، هو طالبها منك، بس مش هتقول له لا كده على طول في وشه. خلي عندك ذكاء اجتماعي. هتقول له لا كده في وشه لو حد يعني ما تعرفوش او زميل، ممكن تقول له لا في وشه براحتك. لكن مثلا صاحبك او حد من عيلتك ما ينفعش تقول له لا كده في وشه، لازم تقولها له بشكل حلو يعني انيق. خلي عندك ذكاء اجتماعي. يعني مثلا انت عندك اولويات. ايه هي اولوياتك؟ هل مثلا عيلتك بعد، او عندك مثلا في نفس الوقت قاعدة مع عيلتك وقاعدة مع صحابك، هتختار انهي؟ اكيد انا هختار عيلتي. لو بتحب القعدة مع عيلتك هتختار عيلتك، لو صحابك هتختار. فانت شوف انت عايز تختار انهي، مش لازم تجبر. واتصل اعتذر، يعني مش لازم تروح على طول، ممكن تعتذر عادي. مثلا انت جالك شغل وفلوس مع عيلتك، ممكن لو انت بتحب الفلوس او محتاجها هتروح للفلوس. لو انت عايز تقعد مع عيلتك هتقعد مع عيلتك. ونفس القصة لو صحابك والفلوس، لو انت قعدتك مع صحابك تغنيك عن حبة الفلوس وقعدة حلوة وتغيير جو، هتختار صحابك. لو الفلوس هتختار الفلوس. نفس الحكاية مع نفسك، لو انت بتحب الفلوس على نفسك هتختار الفلوس، مش هتقعد تتعلم حاجة جديدة. اصل الوقت اللي انت ممكن توفره ممكن تتعلم في حاجة جديدة، حاجة تنفعك لمستقبلك. هقولك ازاي تقولها بشكل شيك. بعد كده هقولك موقف حصل معايا، واقولك ايه اللي حصل لي بعد ما بقيت بقول لا عادي. اول حاجة، لو واحد بتعزه وانت واحد من عيلتك، واحد من صحابك بتعزه، ممكن مثلا تقول له انا مش هقدر اعمل كذا، لكن انا اخويا او صاحبي يقدر يعمل لك البتاع دي، انا هكلمه لك هيعملها لك.
او تاني حاجه قال لك مثلا تعالى كذا كذا، ممكن تقول له لا انا دلوقتي مش فاضي، وتقول له انا مش فاضي عشان عندي كذا. بس لو تالت حاجه بقى انت مش عايز تعرفه عندك ايه، وكمان مش عايزه يزعل منك، مش تقول له لا، هتقول له انا مشغول الفتره دي، انا مشغول الكام ساعه دول، خليها كام يوم او يومين، او تقول له مش هقدر دلوقتي، وقتي ما يسمحليش علشان عندي حاجه مهمه ولازم تخلص. انت كده دخلت وخلصت بشكل شيك. هيزعل منك، هيزعل منك، بس مش زي ما انت قلت له لا على طول كده في وشه. هيزعل اقل شويه لان انت ما قلتهاش لا دايركت. الموقف اللي حصل معايا بقيت بقول لا عادي. اصل انت لما تقول لهم انت تقول لا لنفسك، لما بتقول لنفسك بتقول لا ليهم. بس دي نقطة كنت بوضحها، ان انا بقيت بشوف رياضتي، بشوف حاجة كان نفسي اخدها، كان في كذا حاجة نفسي اعملها بقيت بعملها علشان بقيت بقول لا عادي. وانت كمان قول لا على حاجة انت مش قادر تعملها، علشان خلي ليك نفس وخلي ليك احترام، علشان كل ما تكون موجود كل ما اي حاجة عايز يخلص عليه يبقى عيب هيتشعبط فيك وهيرمي العيب ده عليك. ما تشيلش اعباء الناس، كفايه اعبائك. انت مش عارف تعيش اصلا بالضغط اللي عندك، فما تاخدش ضغط حد تحطه فوق الضغط بتاعك. ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس وتشير الفيديو ده لاي حد من صحابك لعله يستفيد. ما تنساش تتعلم حاجه جديده كل يوم، ومع بعض خليك الف.